السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبيني ومتابعيني أهلا ومرحبا بيكم. ملخصا سريعا كده مباراة السيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي. المباراة اللي بصراحة يعني أنا لما أبص على شكل النادي الأهلي في مباراة أنا شايف أو في مباريات قادمة، وهو فضيله بالمناسبة مباراتين عشان يفنش الدوري. أنا لما أجي أبص على النادي الأهلي قدام سيراميكا ولاقيه اللهم لا اللهم لك الحمد، وبقول لمجلس إدارة النادي الأهلي يعني هل أنتوا عاجبكم المستوى اللي فيه اللعيبة ده؟ يعني انا بناشد كابتن محمود الخطيب، انا بناشد الكابتن محمود الخطيب وبقول له يا كابتن محمود بالله عليك بالله عليك ده اداء يرضي حد؟ واللعيبه دي يا جماعه اللعيبه دي ما بتشوفش كوره. يعني انا عايز اسال اللعيبه ده اقول لهم يا جماعه انتوا عندكم جهاز البينو سبورت ده مثلا في البيت عندكم ولا في اي حاجه؟ هل انتوا جايبينه كده كزينه او نوع من انواع الحاجات اللي بتيجي مع العفش، ولا انتوا جايبينه مثلا عشان تستمتعوا مثلا وتتفرجوا مثلا على الدوري الانجليزي، الدوري مثلا الاسباني، الدوري الالماني، وتشوفوا الكوره بتتلعب ازاي مثلا يعني مجازا يعني؟ لان احنا اللي بنشوفه ده بصراحه عك كروي جدا وملوش اي صفه باللعب. لما يبقى النادي الاهلي اللي خلاص المفروض ان هو بيفنش دوري، وان هو خلاص على اعتاب ان هو يتتوج بدوري الممتاز هذا العام، يكون بيلعب بالشكل ده. وخصوصا كمان ان يعني سيراميكا كليوباترا انه بيجي مع النادي الاهلي ودايما بيحزق الحزقه بتاعته. سبحان الله. فانت خلاص انا بقى انا مباراتهم حاطط ايدي على قلبي وبقول يا رب يستر المباريات الجايه. هو خلاص يعني هو يفنش، بس بالله عليك يعني ده شكل انت تفنش بيه دوري؟ او انت مثلا عايز تخرج مثلا لفري؟ فانا بصراحه حاجه يعني دي حاجه علامه من علامات الاستفهام اللي بتدور حول النادي. وان الموضوع ما كانش بس موضوع عشان دي كولر او هي خلاص هو الجيل ده خلاص مش في بعض اللعيبه خلاص يا جماعه تحس ان في حاجه كده مش مظبوطه كده جوه النادي. تحس ان في حاجه فعلا والله العظيم انت مش فاهمها. تلاقي لعيب بيتخانق ولاعيبه بتتخصم لها فلوس، ولاعيبه يقول لك يا عم عادي لما تخصم مني ايه المشكله، ما انا معايا قد كده. استوريات. مش ده مش يعني مش النادي الاهلي او مش لعيبه النادي الاهلي. انت المفروض بتفنش دوري يا باشا، انت المفروض تاكل الملعب. انت المفروض خلاص بقى انت المفروض تنزل. انا خلاص ال 90 دقيقه اللي هشوفه قدام انا هاكله. ما انت هتخسر ايه اكتر من اللي انت خسرته؟ انت هتخسر ايه اكتر من اللي انت خسرته؟ وبرضه يا جماعه ارجع واقول برضه وقلنا كتير هنا في البرنامج، قلنا يا جماعه لازم النادي الاهلي زي ما طور كل مكان في الملعب وبقى عنده في المركز بدل اللعيب لاعبين وثلاثه، عايزين برضه لازم شكل الدفاع في النادي الاهلي ما يطمنش. لا اقدر اقول يعني انت هل هتروح كاس العالم للانديه هتروح بالدفاع المنيل ب 60 نيله ده؟ طبعا مع احترامي للعيبه ومع احترامي لكل حاجه، والله العظيم احنا ما طالعين حتى ننتقد حد على السوشيال ميديا ولا نقول يا جماعه لا، لكن احنا عايزين الصالح للنادي الاهلي وعايزين اللعيبه بس تفوق وتسعد جماهيرها. احنا بس عايزين يعني نمطع نظرنا كوره، والله العظيم احنا ما طالبين منكم حاجه. لا احنا لا عايزين منكم فلوس ولا عايزين منكم شهره ولا عايزين منكم اي حاجه. احنا بس جماهير كل املها في الحياه انها تشوف النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بيلعب كوره بس. انما انا مثلا ما اقومش مثلا الساعه 5 العصر اتفرج على النادي الاهلي الاقي النادي الاهلي لا مؤاخذه بيأدي اداء بيب يا باشا بمعنى الكلمه. فلما اجي ابص على حاله فرقتي كده اهوتي وانا مش فاهم طب ده هتروح كاس العالم تعمل ايه؟ ما هو برضو الواحد برضو يا جماعه لازم يشغل البصله دي. هتروح كاس العالم تعمل ايه؟ وسام ابو علي برضو عليه علامه استفهام، قعد فتره متالق ولكن بيجي في بعض المباريات بيبقى مش عارف هل بقى يعني الاجنحه عند النادي الاهلي او الباكات نادي الاهلي ما بتغذيش المهاجم عشان يقدر ينفذ المطلوب منه. تلاقيه ماتش بيسجل وماتشين لا، ماتشين بيسجل واربعه خمسه لا. عكس ما شفنا اسامه ابو علي منذ قدومه للنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله هداف النادي الاهلي في كام مباراه الموسم اللي فات. ففي كده يا جماعه بعض اللعيبه في الملعب انا مش فاهمين اللعيبه ايه الدنيا. طيب ايه الدنيا؟ انت كده فاضل لك ماتشين، انت كده فاضل معاك البنك الاهلي ومعاك فاركو ويعني خلاص هو فوز بلا حاله. ما تقوليش بقى تعادل ما فيش منه، هو فوز. تنزل يا باشا 90 دقيقه خلاص انت حاطط هدف الدوري في دماغك. انزل العب بروح الفالنه وبروح النادي الاهلي والجرينتا والبلاس 90. فين يا جماعه البلاس 90؟ يا جماعه البلاس 90 دي كانت يعني احلى نادي اقسم بالله العظيم بلاس 90 النادي الاهلي. خلاص بلاس 90 دي نسيناها. بل
بل ممكن انت تيجي في البلاس 90 دي انت اللي ممكن تستقبل هدف واثنين عادي يعني، قشطه بقى الموضوع عادي. فبصراحة أنا يعني في المباراة بصراحة أقسم بالله أنا ما شفت مباراة ولا بصراحة أداء ما يطمنش، أداء ما يطمنش بالمرة بالمرة. مش هنطلع يا جماعة نجامل، ولا هنطلع مثلا ننفخ في لعيبة، ولا هنطلع إحنا اللي أنت لعبت صح هديك حقك 100%. هنا في المنصة دي هديك حقك 100%. لعبت وحش يا باشا هنطلع نقول ان انت لعبت وحش، وده ما يزعلش. ما هو احنا زي ما بيجي عليك وقت بتكون الفورمه بتاعتك بسم الله ما شاء الله وبتبدع، وسوشيال ميديا بسم الله بسم الله بترفع فيك، يبقى لما تيجي برضو تلعب ومستواك يتراجع والسوشيال ميديا تبدا برضو تنتقدك يعني، ما تزعلش ما تزعلش. ده امر وانت اتحطيت فيه خلاص، ده انت في النادي الاهلي، ده انكتب عليك ان انت في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ما بيرحمش، السوشيال ميديا النادي الاهلي ما بترحمش. جميل، العب حلو كده وورينا فورمتك الجميله، هتلاقي السوشيال ميديا بسم الله ما شاء الله واقفه في ظهرك وبتدعمك وزي الفل. ولكن لما نشوف ان في حاجات مش كويسه وخلاص بالتالي هنطلع نقول يا جماعه احنا مش هنطبل، واحنا ما مش يعني معلش مع احترامي ليك يعني ان ما حد لا حد بيملينا ولا حد، لا احنا اهل اقسم بالله العظيم والله العظيم والله العظيم حب ما يتوصف، والله العظيم حبنا للنادي الاهلي ما يتوصف. عشان كده ما بنقبلش حاجه على النادي الاهلي، احنا ما بنقبلش اي حاجه على النادي الاهلي. فارجو تكون الرساله وصلت لاداره النادي الاهلي وتكون وصلت للعيبه، يا جماعه فنشوا دوري كويس، يا جماعه فنشوا دوري كويس. اه انت خلاص، ما انا من واحد خلاص، انت رابطه الانديه وقفت وقالت لك خلاص مش هنخصم الثلاث نقط بتاع النادي الاهلي، خلاص انت من اللحظه دي خلاص انا اعتمدت الدوري بتاعي شكرا. اه انا معاك ان انت يعني ايه المكسب حلو، فهو بيغطي على مثلا كوارث ممكن تكون اللعيبه بتأديها في الملعب، وبعض من الجماهير يقول لك في مباراه تكسب ولا تلعب، والكلام ده كله حلو قوي 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 قوي، واهم حاجه الثلاث نقط وان احنا ما نتنزلش عنهم عشان خاطر نحسم بطوله الدوري هذا العام. كل ده جميل، ولكن عايزين برضو نشوف اداء، وعايزين نشوف كوره حلوه وكوره متعه وكوره جميله جدا زي ما بنشوف طبعا في كل الدوريات اللي بره. يعني ده مش عيب يعني، ده ابسط حقوق المشجع النادي الاهلي انه بس يمتع نظره ويشوف كوره حلوه، بس ادي الفكره كلها.